أولًا في هذا الملف اللي كيخص الطلبة ديال الطب ولا الصيدلة، أتمنى أن يتم إعمال الحكمة، وأن السيد وزير ديال التعليم العالي ووزير الصحة وحتى السيد رئيس الحكومة يجلسوا ويشوفوا هذا المشكل منين جا، لأن ما يمكنش تجي وتجاهل ملف مطلبي كبير، وانتم تتعرفوا القيمة ديال التعليم في الطب والصيدلة في بلادنا. واليوم حنا عندنا خصص كبير، 100,000 طبيب خاصنا وممرض ومساعد، وخصنا ننتجوهم بالجودة العالية المطلوبة، بالإضافة إلى أن واحد العدد ديال الأطباء المهمين المرموقين المغاربة كيهاجروا للخارج. بزاف الطلبة اليوم كيتعلموا الألمانية والفرنسية كيتقنوها والإنجليزية باش يمشيو لدول أخرى. إذا أنا بالنسبة لي التدابير اللي غتاخذها الحكومة اللي هي مسؤولة من اجل الاحتفاظ بالطلبه يبقاو هنا ويقراو هنايا، ان ما تضربش لهم بعد الجوده، ماشي تحيد لهم سنه باش ما يبقاوش يتقبلوا في فرنسا، ماشي هذه الطريقه. هما تيطالبوا بان السنه السابعه اللي هي السنه ديال التدريب تكون يعني يتم الاصلاح ديالها، كما يطالبون بانه المستشفيات الجهويه والاقليميه يتم التجهيز ديالها باش يكون التدريب ديالهم جيده. هاد الطلبه ديال الطب مطالبهم كلها مشروعه. خاص السيد الوزير ماشي يمشي غير بالهاجس المادي ويقول غنقص انا غادي تنقص علينا المصاريف، ولكن خصو يحافظ اولا واخيرا على الجوده ديال التكوينات ديال الاطباء ديالنا وديال الصيادله. وهذا الشيء راه مهمه كبيره، راه ما يمكنش، راه حنا ضربنا واحد العدد التكاوين، راه التكوين المهني ولا مفلس، حتى من اجل جلب الاستثمار المستثمرين كيكونوا ديالهم، كيقول لك ما كتعرفوش تكونوا. التكوينات في مجالات اخرى تم الاضعاف ديالها، وما نضربوش عاوتاني التعليم في الصحه. هذا مجال اللي حنا كنهتموا به وكنقدروه وكنعرفوا هذه مهنه صعيبه ومهمه. والطلبه ديال الطب اليوم كيقول لك ما تحيدوا ليناش السنه السابعه ديال التدريب، ما بغيناش نتعلموا في المغاربه، بغينا نكونوا معلمين ونمشيو نداويو المغاربه.